السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في مطبخ لميا راح ندير لكم حلوه سهله وسريعه وبدون فرن وتجي بزاف هايله. واش نحتاجو كمقادير؟ عندي هنا علبه من هاد البسكويت، نحتاج 400 مليلتر من لا كريم فريش، يعني الكريمه الطازجه. سقسيتوني بزاف عليها. بالنسبه للكريمه هذه النسبه هي 35%، يعني هذه نقدروا نستخدموها للحلويات وللطبخ. نحتاج كاس سكر، نحتاج كاس، تقريبا كاس ونص نتاع الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو كما تشوفوا اني حمصته باش يعطينا بنه مليحه. ونحتاج 2 علب من الشوكولا. نروح مباشره نشوفوا طريقه التحضير. نبدا بسم الله. اول حاجه نحط البسكويت لهنايا كطبقه اولى. عندي هذا الاطار اللي تفتح. بعد ما حطيتهم بهذا الشكل انا نروحوا نوجدوا الكراميل. في قدر نحط الكاس نتاع السكر هذا، نديه فوق النار حتى يذوب لنا ويولي لنا بلون الكراميل. يعني كما راكم تشوفوا اني جبت السكر فوق النار واني مخليته حتى يذوب مليح ونتحصلوا على اللون نتاع الكراميل. بالنسبه للنار تكون متوسطه. يعني كما راكم تشوفوا راهو بدا يذوب كامل، ومره على مره تحركوه بهذا الشكل حتى يذوب لكم كامل. اذا كما راكم تشوفوا او قريب يذوب كامل، نخلطوا شويه حتى نشوفوا السكر كامل ذاب مليح. شوفوا بعد ما ذبلنا مليح كما تلاحظوا تنقصوا النار ونحطوا عليها مباشره الكريمه. هذه الكريمه قلنا 2 علب ونحطها عليها مباشره. دوكا كي راح تحطوها السكر تاعكم راح يتكتل، ومن بعد تبقاو غير تخلطوه حتى يذوب لكم. العقد اذا كما راكم تشوفوا السكر كيفاش يتكتل، ولكن نتوما تبقاو تخلطوا على نار هاديه حتى يذوب كامل وتمتزج الكريمه مع السكر تولي لنا كراميل. اذا كما راكم تلاحظوا هذيك السكر كامل، هذيك الكتله دابت لنا فقط على نار قليله، وبقاو غير تحركوا حتى تذوب كامل كما راكم تشوفوا. الان نخليها فقط تغلي شويه، دير لنا هادو الفقاعات ونطفيها. اذا شوفوا كيفاش راهي تغلي، الان نطفيها ونخليها حتى تتفنى حتى تبرد شويه ونكملوا باقي المراحل. اذا شوفوا الكراميل تاعنا بعد ما بردت لنا شويه كيفاش تماسكت، يعني تكون دافيه، ما تخلوش حتى تبرد تحكم روحها مليح. الان نزيدوا كميه من الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو ديروا الكميه نتوما اللي تحبوها، ضيفوا خلطوا شوفوا. نضيف كم الكميه اللي عندي، يعني تقريبا انا درت 280 غرام من الكاوكاو. هذا نخليه يزيد يحكم روحه شويه ونحطوه فوق الطبقه نتاع البسكويت. نفرغوا هذا الخليط فوق البسكويت ونوزعوه كامل بشكل متساوي.
الآن نحط طبقة أخرى من بسكويت، حتى نغطي كامل هذا السطح. الآن غادي ندوب الشوكولا ونفرغها من الفوق. هادو هما زوج علب نتاع شوكولا، نديهم ندوبهم على حمام مائي. نفرغ الآن الشوكولا بعد ما دوبتها ونمشيها كامل على السطح. الآن ندخل هذه الثلاجة، نخليها تحكم روحها شوية، نقطعها ونزيد نخليها تعاود تبرد مليح. الآن بعد ما حكمت لي فقط روحها الشوكولا شوية في الثلاجة، نحي هذا الإطار، نحو غير بشوية. نجيب قطاعة ولا سكين ونقسمها بهذا الشكل. الآن نعاود ندخل هذه الثلاجة ونخلي حتى هذه الطبقة تاع الشوكولا تنشف لنا مليح ونقدموها. هذه وصفتنا لنهار اليوم، راهي حاضره اللي كانت حلوه سهله وسريعه بدون فرن، وتجي بزاف هايله وتجي بزاف بنينه. فقط نتوما خلوها في الثلاجه ترتاح مليح، وبعد ما ترتاح تقدموها، يعني حتى ديك الكراميل تشد روحها مليح والشوكولا. طبعا هذه الحلوه تبقى في الثلاجه حتى تجبدوها الوقت التقديم. وشوفوا كيفاش تجينا، راهي تجي بزاف بنينه، يعني تقريبا تشبه للنوغا. هايديك بنجيب هذا الشكل. اذا هذه وصفتنا لنهار اليوم. اذا كانت عجبتكم ما تنساوش باش ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركوش، وانتظروني في فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.